السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا ان شاء الله فيديو جديد، وكنعتذر بزاف على الغياب الطويل ديالي من بعد وفاة الزوج ديالي. ما حطيت حتى شي فيديو من غير داك الفيديو اللي كنت خبرتكم فيه بالخبر. اليوم ان شاء الله حضرت معكم واحد لي بينيه اللي كيجيو رائعين، كيجيو خفافين بحال القطن. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم وتبارطاجيوهم مع الاهل والاحباب، واللي جربوهم يخلي لي التعاليق الوصفه كي جاتو، يعني جاو كيحمقوا. ما نحتاجش نقول لكم، خدمتهم كوموند لواحد السيده. انا نفتح لكم وحيده تشوفوهم من الداخل كي جاو، يعني اش غنقول لكم، ما كي غزالين غزالين كيما واخا انايا نشكر فيهم، ما غادنش نوصل لداك القوام ديالهم. كنتمنى ان شاء الله تبقاو معايا حتى الاخر. ندوزو المكونات طريقه التحضير. بالنسبه للمكونات، عندي 500 غرام ديال الدقيق، عندي 2 معالق كبار الزبده، 2 معالق سنيده وجوج البيضات، وقبصه د الملحه، عندي واحد 20 غرام د الخميره، عندي ساشي د الفاني وساشي د الخماره. وغادي ناخذ العجانه فاش غنعجنهم، ممكن تعجنوهم غير بيديكم. وعندي واحد 2 كيسان ديال الحليب ما يعادل واحد الربعه، 250 مليلتر. غادي ناخذ ديك البول ديال العجانه، غادي نوضع فيه الحليب هو الاول، يعني الحليب يكون دافي باش يخمروا لنا مزيان. وغادي ناخذ 2 معالق سنيده، كذلك غادي نضيف واحد الساشي ديال الفانيلا، وغادي نضيف ديك الخميره يعني. وغادي نحاولوا نحركوا ديك المكونات حتى تخلط لنا سنيده مزيان مع داك الحليب والفاني حتى يذوب لنا الخميره مزيان. ممكن تستعملوا الخميره الفوريه، عفوا الحبيبات. انا استعملت هنا الخميره المعجونه. بعد ما خلطناهم مزيان، يعني حتى كتنسجم لنا ديك السكر مع الخميره والملحه، عفوا والسكر الفاني. وغادي نخليهم شويه يخمروا. من بعد ما خمروا غادي نضيف داك 500 غرام ديال الدقيق، غادي نضيف 2 ديال البيضات. يعني صدقوني كيجي واحد البنيه اللي كيجي خفيف غزال، يعني كيعجب الوليدات. وغادي نضيف داك الساشي ديال الخماره من فئه 8 غرام، وقبصه ديال الملحه. غادي ندير كلشي يتعجن في العجانه اللي قلت لكم. ممكن تعجنوا غير باليد ديالكم، يعني هي العجانه كتكون عمليه وكتدلكم مزيان، يعني كتحاولوا انكم تدلكوهم وتطلعوهم خفافين باش كيجيو مفشفشين من الداخل وتيجيو مقطنين. يعني من بعد ما درت العجانه في السرعه القصوى ديالها، يعني حتى كيتعجنوا كما كتشوفوا. يعني كما قلت لكم العجينه تكون خفيفه وكتلصق في اليدين، يعني كما كتشوفوا نحصل عليها بهذا الشكل هذا. غادي نضيف واحد 2 معالق كبار ديال الزبده، يعني كنعتذر ما ذكرتهمش في الاول، يكونوا بدرجه حراره المطبخ باش دغيا كيندمجوا لنا مع العجينه. يعني كتشوفوا العجينه خفيفه، يعني حاولوا ما ديروش العجينه قاصحه باش كيجيو داك البنيه كيجي خفيف من الداخل. غادي نغطيو ونخليوه حتى يخمر ونتلاقى معكم. الان بعد ما خمر، يعني كما كتشوفوا ضاعف الحجم ديالو، غادي نحاولوا نفرغوا منه الهواء. يعني كي كتشوفوا يعني ضروري يكون هكا خفيف، كل ما كان خفيف كيجي مقطن من الداخل وكيجي هشيش. غادي نحاول نعجنها على 2 ديال الكرات، نقسم ديك العجينه على 2 الكرات. وغادي نرش السطح العامل بالقليل من الدقيق، يعني داك الدقيق هو اللي غادي يساعدني باش غادي نطلق داك البنيه ديالي. غادي ناخذ المدلك وغادي نحاولوا اننا نسرحوا العجينه على سطح العمل، يعني العجينه تكون ما رقيقاش وتكون ما غليظاش. تحاولوا ديروه فواحد السمك اللي تيكون معقول باش ما يجيش غليظ بزاف. يعني كما قلت لكم نتوما كتسرحوا وانتوما كتقادوا باش يجي نفس السمك فيه كامل. غادي ناخذ واحد القطعه، يعني على حسب نتوما البلاصه اللي بغيتو، واش كبار ولا صغار. انا خديت هذه ديال البلاستيك، ديك اللي كتكون مواسطه شويه، وكاينه اللي كتكون كبيره. يعني هذيك كيجيو عمليين كيجيو زوينين. يعني كما قلت لكم خدمتهم كوموند لواحد السيده. وغادي ناخذ داك البوق اللي كنخرجوا به هذا، وغادي نحاولوا نديروا دوك التقيبات في الوسط. يعني نحاولوا ديك الساعه نقادوهم وغادي نوضعوهم في وسط، نحاولوا نقطعوا كغيط ديال الزبده. كما كتشوفوا قطعناه على هذا الشكل باش كياخذ القياس ديالو، باش ملي كنبغيو نقليوه ما كياخذ يديفورمالناش، كيبقى في نفس القياس.
غادي نحاول نوضعو هكايا كما كتشوفوا، وغادي نخليه يعني هذاك غادي يساعدنا في القليه باش ما غاديش. وغادي نوضعوهم ان شاء الله هكايا كما كتشوفوهم فوق داك دوك الكوبرطاس ديال بابي سولفيغيزي اولا ورق الزبده، وغادي نوضعوهم وغادي ان شاء الله نحطوهم في واحد الصينيه ديال الفرن حتى نغطيهم حتى يخمروا ان شاء الله ويضاعف الحجم ديالهم. عاد ديك الساعه ان شاء الله باش ندوزو للمرحله اللي غادي نقليهم فيها. الآن بعد ما خمروا ليا كناخذ واحد المقله كنعمرو فيها الزيت حتى كيسخن مزيان، وكنوضعوا هذاك البيني ديالنا يعني كما كتشوفوا بهذا الشكل هذا، وتنبقاو ديك الساعه كنحيدوا دوك الكويغطات من التحت وكنقلبوهم. مشات ليا اللقطه اللي كنت كنقلبهم فيهم كما كتشوفوا كنحصلوا عليهم بهذا الشكل هذا. تحاولوا ما تخليهمش يتحمروا بزاف مع فيهم سنيده، الا خليتوهم كيتحمروا اكثر من القياس يعني، وكنحصلوا عليهم بواحد الشكل اللي كيجي بحال هكا رائع. وكناخذوهم من بعد وكناخذوا سنيده وكنحاولوا اننا نفندوهم فيها. ممكن كديروا لي صوص شوكولا يعني كيديروا بانواع اخرى ديال التزيين. انا كنفضلهم الوليدات غير هكايا يعني بالسكر سنيده كيجيو رائعين كيجيو خفافين يعني. كديرهم الوليدات ديالكم الكوتي اولا كتعطيوهم لهم يديهم مدرسه اولا كتديروهم لهم في خرجات يعني كيجيو رائعين. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم وتردوا عليا الخبر في التعاليق يعني كيجيو خفافين وهشاشين. كنحاولوا اننا نديروا لهم سنيده يعني ما كنديرهمش حنا سخونين حتى كيبردوا عاد نديروا عليهم سنيده باش ما غدوبش عليهم، لينا درتوهم هما سخونين غادي تذوب عليهم ديك السنيده ما غاديش تبقى شاده فيهم مزيان. يعني كما كتشوفوا من بعد ما كملت الكميه هي هذه يعني كنحصلوا عليهم بهذا الشكل هذا بواحد اللون اللي كيجي ذهبي غزال وكيجيو خفافين وهشاشين. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم وتبارطاجيوهم مع الاهل والاحباب و... وتردوا عليا في التعاليق ان شاء الله كي جاوكم يعني وجاوكم بهذا الخفه وهذا داك الداخل ديالهم يعني بحال القطن ماشي داك الشكل اللي كيجي مجبد كيتجبدوا اولا كيجيو قاصحين من الداخل يعني كيجيو هشاشين وخفافين. وكنتمنى ان شاء الله تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء وما تبخلوش علينا بلايكاتكم وبتعليقاتكم الزوينه. وكنعتذر مره اخرى على التاخير ديالي اللي ما قدمت لكمش فيديو. والسلام عليكم.